اهلا بيكم ابطال الثانويه العامه. مبدئيا كده انت داخل الفيديو ده عشان تعرف ازاي تذاكر من 10 ساعات ل 15 ساعه في اليوم، وده على فكره المطلوب ان اللي انت تذاكره في الفتره دي، وما ينفعش اقل من كده. بقى تقريبا حوالي شهر، فالشهر ده انت لازم تحصد بقى المذاكره اللي انت ذاكرتها دي، فلازم تراجع على الاقل 10 ساعات، وال10 ساعات دول ان شاء الله هيخلوك تذاكر كميه كفايه جدا في اليوم. وعلى المرحله الجايه ان شاء الله انت تقدر تلم كل اللي فايتك، ولو في ماده بايظه منك تقدر تظبطها. فتابع معايا الفيديو للاخر، وفي مفاجاه كمان هعملها لكم. بحضر فيديو ان شاء الله هيبقى كويس جدا 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 مع صديق ليا، كنا مع بعض في الثانويه العامه ودخل كليه طب، وبصراحه كنت شايفه من اشطر الطلاب. فلو ليك اي سؤال ممكن تقدر تساله له، انا لسه بحضر معاه صور الفيديو، ممكن تسيبه تحت في الكومنتات. ان شاء الله الفيديو ده هينزل لكم بعد العيد، فاحنا شغالين على الفيديو ده، ان شاء الله هتستفادوا منه جدا. بس دلوقتي كمل معايا الفيديو للاخر عشان اقول لك ازاي ترتب يومك في الفتره اللي جايه، وازاي اليوم يمشي باحسن طريقه، وازاي تعمل احسن تركيز واحسن اداء في يومك وما تضيعش اليوم على الفاضي. يلا بينا كده. الاول اقول لك انا مقسم يوم ازاي. وبعد مدة ستشكر نفسك على كل تلك الليالي حيث الناس نيام وأنت تبني مستقبلك صخرة صخرة، أو لنقل كتابا كتاب، يوم يصبح اسمك مسبوقا باسم المهنة التي لطالما كافحت لأجلها. ستعلم كم طعم الاجتهاد لذيذ رغم مرارته. ستطبطب على نفسك وتهمس قائلا: وأخيرا فعلنا. انا مقسم اليوم 10 ساعات مذاكره و6 ساعات نوم، 5 ساعات دروس، ساعه راحه، ساعه اكل، ساعه صلاه. تعالى بقى اقول لك ال10 ساعات بتوع المذاكره ازاي هتقسمهم. احنا مبدئيا كده انت لازم تبدا اليوم من الساعه 4 الفجر، يعني لازم تصحى كده الساعه 4 والناس كلها لسه نايمه، الدنيا تبقى هدوء تام. طبعا مفيش دروس في الوقت ده، مفيش اي حاجه عليك. اقول لك بقى الاول هنقسم ازاي، وبعد كده اقول لك تذاكر ايه. الاول من الساعه 4 للساعه 9 تقريبا مش هيبقى عليك دروس، تقريبا الناس كلها هتبقى نايمه، تقريبا هيبقى الوقت كله هادي. فانت لازم في الوقت ده كل اللي عليك انك تعمله انك تذاكر. معاك 5 ساعات تذاكر فيهم، تقريبا ممكن تنجز اكتر من ال4 ساعات لو مشيت بطريقه برومودو اللي هو 45 دقيقه 15 دقيقه. انا نفسي كنت ساعات بمشي بيه او بمشي ب 25 و5، فاللي يريحك واللي تلاقيه مناسب معاك امشي بيه. بعد كده من الساعه 9 للساعة 1 لو عندك أي دروس، تقريبا في 4 ساعات لو عندك أي محاضرات هتسمعها. بقى من الساعة 1 للساعة 4 هتذاكر تاني كده 3 ساعات، 3 ساعات وهناك كان 5 ساعات، كده أنت عملت 8 ساعات والساعة لسه 4، يعني تقريبا نص اليوم خلص وأنت ذاكرت 8 ساعات وعملت مجهود جبار جدا. تيجي بقى هيبقى فاضل لنا ساعتين في اليوم ولسه باقي لنا تقريبا نص اليوم لسه معانا. هتطلق بقى عندك من الساعة 4 للساعة 6، الساعتين دول تقدر تاكل فيهم، تقدر تصلي فيهم، وطبعا الصلاة في وقتها، لازم الصلاة في وقتها. أنا حاطط لك بس توتال الصلاة كده طول اليوم في ساعتين، فكده أنت عملت ساعتين راحة، عملت كده 8 ساعات مذاكرة، 4 ساعات دروس، فاضل لك ساعة دروس تقدر تاخدها مثلا من الساعه 6 للساعه 7، كده انت خلصت 5 ساعات دروس، 8 ساعات مذاكره، ساعتين راحه، ساعه دلوقتي 7. فحاطط لك من 7 ل 9 بقى هتبدا تحل في الوقت ده، ساعتين حل بس، عشان انت تقريبا هتكون كده تعبت طول اليوم، فمش تقدر تاخد حاجه جديده او تذاكر ماده صعبه، فانت هتحل في الوقت ده ساعتين، يبقى انت كده قفلت 10 ساعات مذاكره. تقدر في الساعتين لو عايز تزود على 15 ساعه، فانت تقدر من الساعتين اللي انا سايبهم لك من 4 ل 6 انهم راحه واكل وصلاه وكده، تقدر تقلل الفتره دي. طبعا انت مش تاكل طبعا ساعه في اليوم، تقدر تقلل في الوقت ده وتزود وقت المراجعه والمذاكره. لو انت شخص الدروس عندك ما بتاخدش 5 ساعات في اليوم او ما تنزلش كتير او عندك حاجات اونلاين، تخلص بسرعه وبرده تزود وقت المذاكره. فانا حاطط لك جدول مريح، يعني تقدر تتحكم بنفسك في اللي انت عايزه. كده احنا واقفين عند الساعه 9. الساعه الباقيه دي انا عايزك تبعد فيها عن الموبايل، دي الساعه اللي هتريح جسمك عشان تبدا تنام. هتنام من الساعه 10 للساعه 4. احنا طبعا من الساعه 9 انت هتحاول تنام عشان مش هتنام على طول من 10، بس انا سايب لك ساعه قبلها علشان تنام مرتاح، علشان انا مش عايزك تنام اقل من 6 ساعات، عشان انت لو نمت 6 ساعات جسمك هيبقى طول اليوم صاحي تعبان ومتكسر ومش عارف تركز في اي حاجه، وهتبقى عايز تنام طول اليوم وعندك احساس بالكسل كده، فده مش هيبقى مريح خالص بالنسبه لك. فانا سايب لك الساعه دي تبعد فيها عن المشتتات، تحاول تنام، ممكن تنزل تتمشى شويه وترجع تنام، فبراحتك في الساعه دي. طبعا كده انا جبت لك الجدول وسبتك بقى انت تايه كده ما تعرفش هتذاكر ال10 ساعات دول ازاي، هتذاكر فيهم ايه، هتعمل ايه. فتعالى اقول لك ازاي في ال10 ساعات دول تقدر تستفاد اقصى استفاده وتطلع بيهم باقصى تركيز. مبدئيا كده انا عايز اقول لك انك لو ذاكرت ساعه واحده بتركيز افضل من 4 ساعات او مذاكره يوم كامل من غير تركيز. ممكن تقعد على كتاب وانت متشتت وفي دماغك فيه افكار كتير وسرحان بس انت مش مركز، هتخلص اليوم ده المذاكره دي كلها تحطها في الزباله في الاخر. فهقول لك على بعض الحاجات كده او شويه تيبس هتساعدك وانت بتذاكر او انت بتراجع. اول حاجه لازم تبعد عن المشتتات، كل واحد ليه المشتتات بتاعته. انا كانت المشتتات بالنسبه لي ممكن بالنسبه لبعض الطلبه اول حاجه الموبايل، لازم المكتب بتاعك ما يبقاش عليه الموبايل، تقريبا الاوضه اللي انت فيها ما يبقاش فيها الموبايل، قدامك بس الملخص او الكتاب اللي انت بتراجع منه والسكتش اللي انت بتحل فيه، بس ده اللي عايزه على المكتب بتاعك والقلم بتاعك. تاني حاجه ما تذاكرش في الاوضه اللي فيها السرير، علشان تقريبا انت هتحس مثلا هنفترض مثلا انك بتذاكر بطريقه البرومودو،
25 دقيقه او 45 دقيقه، فانت بعد ال 45 دقيقه هتقول لا ده انا هريح جسمي شويه لو على السرير. تقريبا ال 15 دقيقه الراحه ممكن يبقوا مثلا ساعه ونص او ساعتين، ده لو ما نمتش يعني. فعايزك تبعد عن السرير، تبعد عن الموبايل. تالت حاجه ما تقعدش مثلا جنب تجمعات او دوشه، يعني مثلا بابا وماما بيتكلموا بره مثلا وانت قاعد هتبقى ودنك معاهم، ممكن اي موضوع يشدك تطلع تتكلم معاهم، حتى لو مش هتطلع تتكلم معاهم ففي دوشه جنبك مش هتعرف تركز. فحاول تبعد بقدر الامكان وتوفر لنفسك الجو الهادي تماما انك تعرف تبقى مركز تماما، علشان زي ما قلت لك التركيز هو اللي هيفكرك بالمعلومات دي بعد كده، فلازم تركز. الحاجه المهمه جدا برضو بقدر الامكان، حاجه ده هتساعدك او هتفرق معاك، انك تحاول في اليوم بتاعك تقلل عدد المواد اللي انت بتذاكرها، في نفس الوقت تزود عدد الكميه اللي انت بتذاكرها. ولنفترض انك عندك 7 مواد، فانت النهارده لو ذاكرت كيمياء وفيزياء وعربي ورياضه وانجليزي وفرنش كمان، انت هتشوف نفسك تنين. بس انت لو جيت في اخر اليوم هتلاقي نفسك ممكن تذاكر صفحه من كل ماده، فانت كده في الاخر ما انجزتش في ماده معينه. على عكس بقى انت مثلا لو مسكت الفيزياء والكيمياء وكمان ماده بالكتير، بس قعدت مثلا على كل ماده 5 ساعات او 4 ساعات مثلا، هتنجز في كل ماده كميه محترمه جدا جدا جدا، وهتحس بعد فتره كده بعد يومين 3 انك انجزت في كل المواد. على عكس لو مشيت بالتكنيك التاني 3 4 مواد، هتحس انك في كل ماده خدت كميه صغيره. فالحاجه المهمه قوي انك تمشي عدد مواد قليل بكميات كبيره منها، فده حاجه هتساعدك انك تنجز اكتر. الحاجه المهمه برضو جدا انك طبعا انا عايز من الساعه 9 للساعه 4 دول تقريبا هيبقوا الجوهره بتاعه اليوم، جوهره المذاكره بتاعه اليوم. عايزك تحط في الوقت ده اصعب حاجه عندك في اليوم، حط لو في ماده متراكمه عليك تلمها في الوقت ده. لو في ماده زي الفيزياء او الكيمياء عايزه تفكير مثلا تقدر تلمها في الوقت ده. الوقت ده مش عايزك تسمع فيديوز فيها او تسمع محاضرات، لا انا عايزك تشغل مخك بكل حاجه كده في المواد الصعبه في الوقت ده، عشان دول هيبقوا احسن ساعات تركيزك كامل فيهم. حاجات برضو هتساعدك على التركيز، انك لازم تشرب قهوه. انا مثلا كنت بشرب قهوه او بشرب شاي، حاجات هتساعدنا على التركيز، عشان مع الوقت انت برضو الانسان مهما كان هو عنده كميه طاقه، والطاقه دي بتقل مع الوقت، فانت لازم تحافظ على الطاقه اللي عندك دي، انك تزودها. مثلا تشرب قهوه، ممكن تاكل تفاحه، تشرب شاي، حاجه كده هتساعدك على التركيز كل شويه. والقهوه فيها كافيين، انا انصح بيها في الفتره دي، انصح بيها حتى انت لو ما بتحبهاش هتساعدك على التركيز. الحاجه المهمه جدا انك لازم يبقى جنبك على المكتب بتاعك او المكان اللي انت بتذاكر فيه نوت بوك كده. النوت بوك دي هتبقى كاتب فيها لها استخدامين. اول استخدام انك هتبقى كاتب فيها التاسكس اللي انت هتعملها في اليوم، علشان اخر اليوم لازم تيجي تشوف كده انت عملت ايه النهارده، وتبقى صاحب وتكتب قبل ما تنام الحاجات اللي انت هتعملها بكره، علشان تبقى ما تبقاش صاحي من النوم تايه. طبعا انت هتبقى صاحي 4 الفجر على ما تفتكر كده وتجمع انت ايه اللي بايظ معاك وهتذاكره، ممكن توصل للساعه 6 الصبح. فانا عايزك الساعه اللي قبل النوم هتكتب فيها الحاجات اللي انت هتذاكرها بكره في نوت بوك كده، وتصحى تاني يوم قدامك بقى الحاجات على طول، هتبدا بقى في الحاجات الصح، هتكتب فيها برضو انت هتعمل ايه الاول وكده. جنبك النوت بوك دي هتكتب فيها كل التاسكس اللي عندك في اليوم وكل التاسكس اللي انت هتعملها. المهمه الثانيه ليها ان اي فكره هتجيلك، طبعا ما فيش حد ما بيسرحش، انت هتجيلك افكار عشوائيه كده وانت بتعمل. ممكن فكره تجيلك مثلا انك عايز تعمل اي حاجه مع اي حاجه هبله، طبعا الافكار اللي بتيجي دي كلها بتبقى هبله وتافهه، وانت لو مشيت وراها هتضيع. فممكن تكتب بقى في الوقت ده اي فكره هبله انت هتعملها، هتكتبها مثلا في النوت بوك دي انك هتعملها. صدقني اول ما تكتبها هتطير من دماغك، فلازم تكتب الافكار اللي بتجيلك. فمهم قوي النوت بوك تبقى جنبك تخطط وتكتب افكار. نصيحه وانت بتذاكر على المكتب، نصيحه مهمه قوي قوي قوي، ان يكون عندك على المكتب بتاعك الحاجه الرئيسيه بس اللي انت بتذاكر منها. يعني ولنفترض انك بتذاكر مثلا ماده العربي، فما يكونش قدامك على المكتب غير كل حاجه تخص ماده العربي. يعني اي ماده تانية انت تحاول تشيلها من قدامك، عشان ممكن وانت بتبص بعينك كده تجيلك فكره مثلا انك مقصر في الماده الفلانيه، تيجي عينك على الكتاب بتاعها فتقول لا انا هركن العربي دلوقتي واروح للماده دي، فده غلط كبير. ودي ممكن تحصل لك كتير. فعايزك تحط قدامك بس الماده اللي انت بتذاكر منها، الكتاب بتاعها، السكتش بتاعها، كل حاجه خاصه بيها بس، وتركن كل حاجه التانية مثلا بعيد عن المكتب. تاني حاجه عايزك تشيل كل المشتتات من على المكتب، سواء موبايل، اي حاجه بتشتتك، اي حاجه انت ممكن تبص لها يجي في بالك انك عايز تعملها دلوقتي تشيلها. حاجه مهمه برضو انك يبقى معاك نوت بوك زي دي كده معاك على المكتب. اي فكره هتجيلك، اي حاجه انت عايز تعملها، لازم صدقني اول لو انت جربت، انت عارف انك ممكن سمعت الكلام ده كتير بس دي حاجه متجربه. اولا هتكتب فيها التاسكس اللي انت عايز تعملها. يعني هوريكم على سبيل المثال دي كلها، انت لو لاحظت هتلاقي كل حاجه كاتبها فيها. دي كانت تاسكات في ايام كنت بعملها. التاسك اللي بعمله كنت اعلم عليه ان انا عملته، فده بيديني كده بوزيتيف انرجي ويديني طاقه ايجابيه ان انا اكمل التاسك اللي بعده، فدي حاجه مهمه لازم تعملها.
تاني استخدام ليها انك لو جات لك فكره مفاجئه وانت بتذاكر، اكيد بتسرح ويجي لك افكار انك عايز تعمل حاجه معينه، ممكن تبقى حاجه حلوه حاجه وحشه، حاجه هتنفعك حاجه تضرك، حتى لو الحاجتين لازم تخلص الحاجه اللي انت بتعملها. فعلشان ما تروحش تتشتت وكده لازم يبقى معاك النوت بوك دي هتكتب فيها الفكره اللي جات لك، وبعد ما تخلص المذاكره او الحاجه اللي انت بتعملها هتبص في النوت بوك تشوف الحاجات اللي كانت جت في دماغك وتشوف هل فعلا هي تستحق انك تعمل الحاجه دي ولا لا. علشان فعلا ساعات بتيجي كده حاجات تافهه وانت بتذاكر، الحاجات دي بيبقى الغرض منها بس انها تقومك من المذاكره بس وتعطلك. فاكتب في النوت بوك دي وصدقني اول ما تكتبها الفكره تروح من دماغك. ان انا ما عنديش كتب في الكليه، فكل السلايدز بتاعتي والبي افات بتبقى على اللابتوب او كل مذاكرتي على اللابتوب، فانا عندي الحاجه الرئيسيه هي اللابتوب بفتح على الماده بس، معايا السكتش بكتب فيه اي يعني مثلا مقسم انا السكتش بتاعي للمواد عشان الكليه وكده، فبكتب في السكتش الماده اللي انا فاتحها، حاجه تانية على المكتب لحد ما اخلص بقى. ممكن بقى استنى في تركيز، الحاجات دي هتساعدني على التركيز، ممكن استنى في تركيز ساعه ساعتين كده براحتي، مفيش ابسط من كده بصراحه يعني. الحاجه المهمه برضو اللي هتساعدك على تركيزك في اليوم قلت لك برضو انك تنام كويس. لازم نقطه النوم كويس 6 ساعات، باكد لك عليها تاني. 6 ساعات طبعا مش كفايه للانسان العادي، بس انت طبعا في فتره مش عاديه، انت في فتره بتحدد مستقبلك، فلازم تيجي على نفسك شويه وتتعب عشان ربنا ما بيضيعش تعب حد. ثانويه عامه دي في مسابقه، يعني تقريبا انتوا كلكم مليون طالب مثلا، في كل قسم فيه تقريبا 300,000 طالب، وكليات القمه عايزه من ال 300,000 دول مثلا ماكسيموم 20,000. فايه اللي هيميزك عن الطلبه كلها؟ لو نمت ففي كتير قوي بيناموا، فهتناموا بعد كده. لو تعبت فمش كتير اللي بيتعب. فانت طول ما انت بتتعب اعرف انك ليك مكان محترم في المجتمع، فطول ما انت بتتعب ترتاح بعدين. صدقني دي الحاجات اللي انا قلتها لك، الحاجات دي لو انت مشيت عليها صدقني هتنجز في يومك كويس جدا. ان شاء الله. انا مركز جدا على الفيديو اللي انا هعمله جديد، طبعا اكيد الدكتور عبد الرحمن اللي انا بعمل معاه الفيديو، انا اسف بس الكاميرا كانت فصلت. ربنا قال وان ليس للانسان الا ما سعى. طول ما انت بتسعى ربنا هيبقى معاك، ربنا مش هيضيع تعبك. ولو انت تعبت فعلا وما دخلتش الكليه اللي انت كنت بتحلم بيها واللي انت كنت مستنيها واللي انت كنت متخيل ان تعبك ده هيوصلك لها في الاخر، فتخيل ان الخير ما كانش ليك ابدا فيها وربنا عين لك الخير. فاوعى تزعل من حاجه زي كده، اعمل بس اللي عليك وسيب مستقبلك في ايد ربنا. يعني انت طول ما بتقول توكلت على الله يعني ان شاء الله هيبقى مستقبلك احسن حاجه ليك. طبعا انا شغال على الفيديو مع دكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن هيفيدكم جدا جدا جدا، وهو بيكلمني يعني انه هيوعدكم بفيديو كويس، معلومات هتفيدكم جدا في الفتره اللي جايه. بس هو دلوقتي ادعوا له عشان هو عنده امتحانات تقريبا في الفتره دي، هيخلص ان شاء الله. هنعمل الفيديو هنزله لكم بعد العيد على طول، تقريبا هيبقى لسه فاضل شهر، وهعرفكم بقى في الفيديو ده هو ازاي يتعامل مع ورقه الامتحان، وازاي كان عمل يومه كان بيمشي ازاي في الفتره الاخيره دي، وازاي كان بيدخل الامتحان بثقه. عشان ادائك طول السنه حاجه وادائك اصلا داخل ورقه الامتحان حاجه تانية. ادعوا له يخلص على خير، وان شاء الله نعمل لكم فيديو، اوعدكم فيديو كويس جدا جدا ومعلومات مفيده جدا. بس شوفكم فيديو جديد. لو انت استفدت حاجه اتمنى انك تشير مع اي حد من صحابك ممكن يستفاد بحاجه، يحبوا الخير لبعض يعني. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، والسوشيال ميديا بتاعتي كلها تحت في الديسكربشن. لو انت محتاج اي سؤال تقدر تسيبه لنا على اليوتيوب، او عندك الواتساب بتاعي ممكن تسالني على الواتساب. في زمايلكم كتير قوي دخلوا لي على الواتساب وانا كنت معاهم جدا يعني بقدر الامكان في التهم. فانت لو ليك اي سؤال انا مش متاخر عليكم. بحبكم جدا. الفتره اللي جايه دي قرب من ربنا، ذاكر، ادعي، ان شاء الله ربنا يحقق احلامك كلها. باي باي.